السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا شيماء بقدم اسهل وابسط الوصفات للاكل العادي وكمان الدايت. يلا بينا نعمل كوكيز العبد، سهل وسريع وعلى قد الايد. المقادير سهله وبسيطه. قبل ما اقول اي مقادير، حضري عندك قطع شوكولاته طبخ او بالحليب، اللي هي شوكولاته الماركات اللي انت بتحبيها مفيش مشكله. انا هنا استخدمت شوكولاته طبخ عاديه جدا. اللي عايز يعرف افضل انواع الشوكولاته اللي استخدمها في الحلويات، اسأليني على الخاص او في الكومنتات وهقولك على طول. ببدأ اقطعها مكعبات. المكعب ما يبقاش كبير قوي ولا صغير قوي، يكون حجمه مناسب شبه الكوكيز اللي بنجيبه من بره. خلاص. زي ما قلت لكم، انا هنا مستخدمه شوكولاته طبخ عاديه، سعرها بسيط سهل، سعرها على قد الايد وحلوه، وجودتها وسكرها حلوين جدا جدا جدا. وكمان بعمل منها اشكال شوكولاته للضيوف حلوه. المقادير: بكون محضرة 175 جرام زبدة أو سمن بلدي. أنا هنا استخدمت السمن البلدي عشان يدي الكوكيز بتاعي طعم وجودة أحلى. هنزل عليهم ب140 سكر بودرة، 140 سكر بودرة. بقلبهم حلو قوي بالمعلقة أو بالمضرب اليدوي، مش محتاجين خالص عجان، لغاية لما يتحول عندي السكر مع الزبدة أو السكر مع السمنة لكريمة كده حلوة قوي وفاتحة وجميلة. بكون في الوقت ده محضرة 300 جرام دقيق، عليهم 30 جرام كاكاو، عليهم نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. ومش بس كده، بكون محضرة بيضة. نزلت على السكر والسمنة بالبيضة، بقلب حلو قوي قوي كله اختلط. بنزل بالدقيق 300 دقيق، 30 سمنة، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. قلبت كل المكونات مع بعض بايدي كده او بالمعلقة، وبعد كده ابدأ الم اكتر واعجن العجينة. هنا مش عجين مخبوزات، هنا بسكوت، يا دوبك بلم الدقيق مع المواد الدهنية. خلاص. في الوقت ده بقى فاتحة الفرن على درجة حرارة من 180 ل 200. بيخش الفرن يكون سخن، بياخد معايا في حدود 10 دقايق. اعرف ازاي؟ لو حاولت امسك الكوكيز كده، لو اتمسك بسهولة يبقى تمام، لسه بيلزق اسيبه كمان في دقيقتين واطلعه من الفرن، اسيبه ياخد لسه درجة حرارة الصينية. خلاص. انا الكوكيز يا دوبك بلمه سهل قوي، ما بيتعجنش، يا دوبك بس احس خلاص ان كل المكونات بتتمسك كده في ايديا. خلاص. ابدأ بقى اشكل الكور بتاعتي في حدود 20 ل 25 جرام. طيب انتي مش عندك ميزان ومش عايزة تصعبي على نفسك، اعمليها في حدود يعني اكبر من الليمونة شوية. خلاص. ببدأ اكورها، بديها ضغطة من ايدي، بجيب قطع الشوكولاتة اللي انا محضراها، وابدأ زي ما انتوا شايفين ادخل قطع الشوكولاتة جوه الكوكيز بتاعي او جوه البسكوتة بتاعتي. خلاص. ادي قد كام قطعة؟ انا يعني بدي في الكوكيز الواحدة من 3 ل4. لو قطع اصغر او متكسرة شوية بزود شوية. طيب، وانا بقطع الشوكولاتة في قطع صغيرة قوي معايا مش هستخدمها، اعمل بيها ولا اي مشكلة. ابدأي جمعيهم في علبة بعد كل كوكيز، والشوكولاتة دي استخدميها عادي لو حابة شوكولاتة تسيحيها. خلاص. او اعملي منها المافن الكيك، او اعملي منها البراونيز. كل ده هنعمله ان شاء الله الفترة اللي جاية مع بعض، مش هتحتاجي تشتري اي حاجة من الشارع خالص. بخلص بقى كل الكمية اللي عندي، بكور الكورة، اديها ضغطة بسيطة، واثبت قطع الشوكولاتة. طيب هتقولولي انا هنا ليه بضغط عليها؟ ما اسيبها، ما هي كوكيز معروف انها بتفرش. لا، خلي بالك الكوكيز اللي احنا عاملينه ده الكوكيز ما بيفرش، لان نسبة المواد الدهنية اللي فيه مظبوطة. انما في انواع كوكيز برضو ان شاء الله هعملها معاكم بالشوكليت شيبس، الكوكيز دي نسبة الدهون فيها بتكون اعلى فبتفرد في الصينية. يعني بدخلها كرة وهي بتتسطح كده وتفرد في الصينية. انما الكوكيز ده المواد الدهنية مظبوطة جدا جدا، مش محتاجة يعني اي حاجة او اي لخبطة في المقادير. هي يا دوبك بتدخل بتفرد حاجة بسيطة قوي نتيجة البيكنج باودر والسكر، مش اكتر من كده. خلاص. قلنا درجة الحرارة 180 ل 200. بدخلها تاخد 10 دقايق، اتأكد انها خلاص مش محتاجة دقيقة كمان. ده بيكون شكلها. ايه بقى الفرق ما بينها وما بين كوكيز العبد اللي بشتريها من بره؟ اولا دي موفرة طبعا، انضف، احلى،
طبعًا الكوكيز اللي برّه بيكون في منتهى الجمال، الفرق إن الكوكيز بتاعتي دي بالمقادير دي ناعمة بتتكسر بتدوب في البُق، الكوكيز اللي برّه بتكون مقرمشة سِنّة. جودة الشوكولاتة طبعًا اللي برّه بتكون باللبن طعمها حلو أوي، هنا برضه جودة الشوكولاتة حلوة أوي، تقدري تستبدلي الشوكولاتة بأي نوع شوكولاتة حليب أنتِ بتحبيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، استنوني في وصفات جاية سهلة وبسيطة. أنا هنا باكسر الكوكيز معاكم، يعني دايبة ذوبان، يعني مش قادرة، الريحة البيت كله مقلوب، لأ مش قادرة، يعني دُقتها تحفة جدًا، طعمها فظيع، فظيع، بتدوب جدًا، ناعمة أوي، سكرها مضبوط أوي، تقدري تدّي منها في لللانش بوكس للولاد، حلوة أوي وسكرها مضبوط. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك الفيديو دعوة حلوة من القلب ولايك وشير، والسلام